لو انت طالب ثانوية عامة فالشيطان بيلعب عليك لعبة هتوديك حرفيا في 60 داهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده على النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا زي ما بان في عنوان الفيديو، فأنا هكلمك عن 3 حاجات النهاردة الشيطان بيضحك عليك بيهم. تمام؟ طبعا الشيطان بيضحك عليك في 3 محطات و3 مراحل، ما بيبقاش معاك يعني ايه مرة واحدة كده. حتى ربنا قال لك ايه؟ ولا تتبعوا خطوات يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالش لا تتبعوا الشيطان. الشيطان ما بيبقاش معاك مرة واحدة، ما بيقولكش اقعد، لا هو واحدة واحدة كده. تمام؟ فالشيطان بيلعب معاك 3 لعبات، وانت اكيد طالما بتتفرج على الفيديو ده فانت هتبقى عارف ان هو بيلعب معاك اللعبه دي فعلا. تمام؟ ال3 لعبات دول هو واحده قبل ما تبدا تقرر انك تذاكر اصلا، تمام، وواحده وانت ماسك الكتاب وهتبدا تذاكر، وواحده تانية بعد ما خلصت مذاكره. تمام؟ اول لعبه معاك اللي هي قبل ما تبدا اصلا تقرر انك تذاكر بقى. تمام؟ الناس اللي هي بدا متاخر، الناس اللي هي مثلا بدا ممكن من شهر 12 بس بادئين متاخر، ما بداوش من اول السنه لحد النهارده يعني. تمام؟ يجي الشيطان يقول لك خد تعالى خد تعالى. انت مفكر نفسك ربنا هيديك زي اللي بدأ من اول السنه؟ ده ربنا مش ربنا اسمه العدل. فانت تقول له اه اسمه العدل، فيقول لك مش ربنا قال في القرآن ان الله لا يظلم مثقال ذرة؟ فانت تقتنع تقول له كلامك صح. يعني الشيطان بيقول لك بالقرآن، اما ليه؟ طبعا ما هقول لك بالقرآن، أنا عايز يقنعك. هو عارف ان كلامه مش مقنع بس عايز يقنعك. تمام؟ فانت تقول له كلامك صح. فتقول له بس ربنا برضو قال ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وبعد الحتة ديت قال وان تك حسنة يضاعفها. ايوه، فالشيطان يقول لك يعني ايه الواد ده شكله فاهم، يعني ايه قصدك ايه؟ ايوه يعني اذاكر واعمل حاجات كويسه وربنا هيكرمني. فانت عديت منه في دي. وطبعا الشيطان ما بيأس، يعني هو الشيطان اصلا قال لربنا ولا تأتينا من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني هتسد عليه اليمين يجي لك شمال، تسد عليه الشمال يجي لك من فوق. تمام؟ فمش هيسيبك، يعني هو الشيطان مش هيسيبك. تمام؟ فيجي لك بقى في الليفل اللي بعديه، انت قلت بس خلاص انا هبدأ اذاكر، فيقول لك انت مش شايف الكتاب قد ايه؟ تقول له ماشي كتاب كبير اهو، هعمل ايه؟ طب ما لازم اذاكر. يقول لك يا ابني يا ابن البنت اللي اسمها شوشو والواد اللي اسمه ميزو ودحيحة الدفعة، العيال اللي هي التنانين اللي انت بتقول عليهم نيوتن الدفعة، تعبانين من الفيزياء الكهربية ومش عارفين يخلصوا المسائل وكيرشوف وخرشوف وبتاع. يقعد يا عم ما تعبش نفسك، كلام في الاخر على الفاضي، والله مش هتستفاد حاجة. اهم حاجة الستر والصحة. ويقول لك بقى يا ابني انت مش تفهم حاجة والموضوع صعب وبتاع، فتقول له يا عم بص والله يا ربنا بيقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فربنا ممكن يفتح عليا وافهم والدنيا تبقى سهله ولذيذه واجي احل الاقي الامور ماشيه كويس حتى لو في صعوبه. فده طبعا ده طريق النجاح اصلا، مش هتلاقيه دايما مفروش بالورود. طبيعي لازم ان يبقى في الدنيا في الاول صعبه شويه وبعد كده الدنيا تبقى سهله ولذيذه باذن الله. بس اهم حاجه ان الدنيا في الاخر تبقى لذيذه. وبعدين ربنا شايفنا وشايف السعي بتاعنا والكلام ده، فانت تقنعه شويه. فاقول لك بس يا ابني الموضوع تقيل عليك وبتاع وممكن ما تلحقش تخلص. فتقول له والله بص انا هتقي ربنا في شغلي، وربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فخلاص يا عم انا هذاكر وامر على الله. فالشيطان يبدا يقلق، يقول الواد ده شكله فاهم ولا ايه، وعمال اجيب له حتت من القران عشان يقتنع. ما بيقتنعش، ده هو اللي بيجيب لي حتت من القران عشان انا اقتنع. انا بدات شكلي هاسلم ولا ايه؟ فالمهم يخش معاك بقى الليفل التالت. خلصت انت مذاكره وخلصت الفصل مذاكره وحليت والدنيا بقت زي الفل، بس تعبت. طبيعي انك تتعب يا ابني. يا ابني انت لو هتذاكر صفحه ما انت لازم تتعب، ما هو ده طبيعي. تمام؟ بس هو بقى ايه؟ ياخد الموضوع بايجابيه شويه. يقول لك شوف، فصل واحد أحيانا. ما بالك بقى تخلص ال8 فصول فيزياء وال5 كيمياء والاحياء والعربي والانجليزي والدين اللي انت ما تعرفش عنه حاجه قليل الدين، فيحبطك ويحسسك ان الدنيا صعبه وان الموضوع كبير، ويحسسك ان كل اللي انت هتعمله ده ملوش لازمه. فطبعا انت ترد تقول له ايه؟ ربنا بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. وانا طبعا في كرم ربنا وربنا يكرمني باذن الله، وبعدين انا عايز افرح امي وابويا، وبعدين انا عايز ابقى دكتور عشان خاطر اعمل كذا، أو عشان اعالج الناس عشان اساعد ده، عايز ابقى مهندس عشان اعمل كذا، عايز ابقى ده عشان تمام، عايز ابقى محامي عشان اعمل كذا، عايز ابقى ده، عايز فتبدا توضح له احلامك كده. وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وتبدا بقى تشرح له الحديث. فيقول لك يعني ده اللي عندك يعني؟ فتقول له اه. فيجي بقى يلعبك بقى في حته تانيه بقى. عارف انت الحتت اللي هي ايه اللي الناس بتضحك على نفسنا؟ زي مثلا فيديوهات التيك توك كده. يقول لك ايه؟ امبارح مثلا، امبارح حصل زلزال تمام في القاهره وفي اسكندريه وفي البحيره والحتت دي، يعني الحتت اللي هي في شمال مصر يعني. تمام؟ فحصل زلزال جامد يعني بتاع دقيقه، زلزال يعني. تمام؟ طبعا احنا عشان مش بنبقى صوت، احنا هنا ما عندناش زلازل، احنا عندنا حاجات تانية يعني. تمام؟ المهم فالمهم يعني اللي بعد كده فيجي الشيطان يقول لك ايه؟ يعني انت يا حزين يوم ما جيت تذاكر، جيت بس تذاكر حصل زلزال. امال لو خلصت لك الفيزياء بقى، لا ما تقوم
انت هتذاكر يا ابني ولا ايه؟ اقعد يا ابني، الايام هتقوم وهتعاقب وبتاع. طبعا الشيطان عارف انه داخل النار، داخل النار يعني. تمام. ومن ضمن الحاجات دي الشيطان هيجي يوم القيامه. تمام. ربنا بيقول ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني هيقول لك من الاخر انت اللي مغفل. عارف انت الحته بتاعت شربتها كلوديا؟ هو ده. هيقول لك كده في الاخر، يعني انا قلت لك تعالى وانت جيت، بس انا ما ضربتكش على ايدك. تمام. فيجي بعدها يقول لك ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. يعني انا معليش اللوم، ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يعني كل واحد هيشيل شيلته في الاخر، وانا ماليش دعوه بيك. انا قلت لك تعالى وانت جيت وخلاص بقى. تمام. يعني هيبيعك في الاخر. تمام. سواء في ثانويه او سواء في كليه او سواء في جواز او سواء في اي حاجه، الشيطان في الاخر لو وداك في داهيه فيها هو هيبيعك كده كده. حتى في الاخره اللي هو الموضوع الاكبر هيبيعك برضه فيه. تمام. فطبعا لازم تفهم الايه دي كويس. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فلازم تفهم كويس قوي 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 يعني ان الشيطان مش عايزك تنجح في اي حاجة. الشيطان عاوزك فاشل في كل حاجة، دينيا ودنيويا وعمليا. بص، عايزك فاشل في كل حاجة. تمام. فانت تعمل ايه؟ ما تسمعش كلام. طب هو انا في حد ما يقدرش يسمع كلام الشيطان؟ ايوه يا ابني، ما ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الناس متوكله على ربنا، اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم متوكل على ربنا، مش على ذكائه ولا على شطارته. ده ان شاء الله يعني ربنا يكرمه وملوش سلطان عليه الشيطان. طب السلطان بتاعه على مين؟ انما سلطانه على على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني الناس اللي ماشيه وراه ومشركه معاه في العمل. تمام. فيجي مثلا واحد يقول لي بس مش مصدق ده، يعني ازاي الشيطان ما يقدرش مثلا يضل واحد؟ طب اجيبها لك بقى من بق الشيطان نفسه. الشيطان بقى بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. فانت بقى تيجي تقول لي المتسرع بقى اللي بيسمعني يقول لي ايوه بس ما هو قال اهو لاغوينهم اجمعين يعني كله. تمام. فتقول لك استنى كده واحده واحده. هو بقى قال بعدها ايه؟ الا عبادك منهم المخلصين. فهو الشيطان نفسه عارف ان هو ضعيف، فربنا قال لك ان الشيطان ضعيف، ان كده الشيطان كان ضعيفا، او تقريبا مش عارف كان بيقول لك ايه. مش عارف، مش فاكر نص الايه بالظبط، تقريبا هي زي كده ولا لا، بس عموما يعني ربنا قال ان الشيطان ضعيف، وربنا ملوش قال ان الشيطان ملوش سلطه عليك. وطالما انت مؤمن بالله ومتوكل على ربنا، الشيطان ملوش سلطه عليك. فالشيطان يا حبيب قلبي بيضحك عليك وبيخليك انك انت كل ده هدف في الاخر انك ما تذاكرش، انك ما تتعلمش. وزي ما يحبطك في الثانويه وهتجيب اي مجموع وخلاص وتدخل كليه، واي كليه خلاص انت مش حاببها اصلا، هيحبطك برضه في الكليه ويقول لك كده ملهاش لازمه، ملهاش شغل، مش عارف ايه. ما هو مش هيسيبك. تمام. سواء في اي حاجه في حياتك مش هيسيبك. هتيجي تتجوز، اي حاجه تعملها في حياتك هيفضل يحبطك فيها. تمام. حتى لو هي بص فل الفل، هي لازم يطلع لك فيها القطط الفطسان. تمام. فالمهم يعني ما تسمعش كلام الشيطان، وكل اللي انت فيه ده من الشيطان. تمام. طب اعمل ايه بقى؟ بص، موضوع علاج الشيطان ده بيبدا من صحيانك من النوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث، عشان مش فاكر النص بالظبط، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اما تيجي انت تنام الشيطان بيعقد على راسك 3 عقد. تمام. طب بتفكهم ازاي بقى؟ وايه النتيجه لما فكتهمش؟ هقول لك بقى يعني ايه من نص الحديث يعني. فاذا استيقظ انحلت عقده، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده. طب تشكر ربنا ازاي؟ اول ما تصحى تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. تمام كده انحلت عقده. طب الثانيه: فان توضأ انحلت الثانيه، فان صلى انحلت الثالثه. تمام. فانت كده حليت 3 عقد. النتيجه بتاعت ان انت حليتهم ايه؟ اصبح نشيطا طيب النفس. طب والا لو ما عملتش كده؟ والا اصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان ضحك عليك ومفهمك انك انت تنام الساعه 4 قبل الفجر بنص ساعه عشان خاطر انت عندك مش عارف ايه. الشيطان بيقول لك كده فعلا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يقول لما الشيطان تصحى الفجر والشيطان يجي يوسوس لك يقول لك ايه؟ عليك ليل طويل فارقد. يعني بص، انت قدامك بكره مذاكره وانت ثانويه عامه وليك عذرك، فنام عشان عندنا بكره يوم صعب شويه. تمام. فطبعا تقوم تصلي الفجر، يعني تسمع الفجر تقوم تصلي الفجر. تمام. المهم، طب انا عايز اعالج طب دي اول حاجه، دي بدايه من الصحيان يعني. تمام. طب هل الشيطان مش هيجي لي تاني؟ لا، هيجي لك برضه عادي. تمام. فيجي الشيطان يوسوس لك في خلال اليوم، تعمل ايه بقى؟ ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني بص، اول ما الشيطان كده ايه تحس ان الشيطان بدا يعني ايه واحده واحده كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. والاذكار طبعا بتحميك من اذكار الصباح والمساء، والاذكار كلها عموما وذكر ربنا بيحميك من الكلام ده. تمام. وفي طبعا اذكار مخصصه بالحاجات دي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: قل هو الله احد والمعوذتين 3 مرات حين تصبح وحين تمسي. النتيجه ايه؟ تكفيك من كل شيء.
غير كده في حاجات تانية برضو، قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، تمام، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تمام. فمش شرط انت تقراها كل يوم، يعني عشان بس الناس اللي تفهمني غلط، مش شرط تقراها في اليوم مره كل يوم، يعني تقرا البقره كل يوم، مش شرط خالص. حتى لو تقراها مثلا يعني حزب في اليوم او جزء في اليوم، او على الاقل حد من البيت يقراها، هو مش شرط انت تقراها، عادي اي حد من البيت يقراها او تشغلها في التليفون او التلفزيون يعني، تمام. بس اهم حاجه ان سوره البقره تكون بتقرا في البيت على طول. بس كده، والى هنا سادتنا وسادتنا واخواتنا وحبايبنا، تمام، يكون الفيديو بتاعنا انتهى. اتمنى بقى ايه، عشان الناس يا جماعه، اخر فيديو 900 مشاهده ب 60 لايك، يعني من كل 17 واحد ولا من كل 18 واحد، واحد بيحط لايك. يعني ده رقم يدل ان انتم مش عايزين فيديوهات. فانتم مش عايزين فيديوهات، هنعمل فيديوهات برضه عادي يعني، تمام. في ناس بتستفيد، في 60 واحد حطوا لايك يعني. هو 60 واحد دول شويه، انا بالنسبه لي 60 واحد دول طالما حطوا لايك خلاص، انا بالنسبه لي فل يعني، تمام. فبس الباقيين يحطوا لايك برضه، يعني حطوا لايكات كده، وصلوا فيديوهات لزمايلكم، كلام من ده يعني ايه، يشجعنا لنشر المحتوى. طبعا في فيديو مهم جدا الفيديو الجاي ان شاء الله، عن ايه؟ عن الغش. الغش، السماعات، التسريبات، شاومينج، الحاجات دي هكلمكم عنها المره الجايه. وان شاء الله اي حد محتار في موضوع الغش ده او بيفكر يغش، فانا ان شاء الله هقول لك تغش المره الجايه. وبص، وهظبطك في الموضوع ده، هخليك تغش وانت مطمن يعني. كمان ايه، هفهمك ان الغش ده تعاون، ومن ضمن التعاون على البر والتقوى والحاجات دي. بس استنى الفيديو الجاي عشان خاطر يعني ايه تغش بضمير وتغش وانت مرتاح ومبسوط. بس كده، ولايكاتك بقى وشيراتك والحاجات دي، حركاتك وتكاتك وكومنتاتك الحلوه ودعواتك والحاجات دي كلها، عشان عندي امتحان يوم السبت الجاي. والله هبكي. فدعواتكم يعني، تمام. طب صلى على النبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشوفوا وش على خير واشوفكم على خير. سلام.